سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم كيكه بزاف بنينه، كيكه وشوكولا. هذه طيب في المقله، سهله وسريعه التحضير. نتمنى تعجبكم وتجربوها، تجي بزاف هايله وتجي خفيفه. هنا دون ان ريسيبيون حطيت حبه تاع البيض، نص كاس تاع السكر، واللي يحبوها تجي حلوه بزاف يديروا كاس الا ربع. درت له شويه تاع لافاني، خلطت مليح، ومن بعد زدت له كاس الا ربع تاع حليب، خلطت مليح وزدت له نص كاس تاع الزيت. خلطت كامل هذه المقادير حتى تخلطوا كامل مليح. هنايا حطيت كاس تاع فرينه، ساشي تاع لا ليفور، مغرف كبيره تاع كاكاو بني، وزدت لها رشه تاع ملح، وخلطت كامل المكونات مليح حتى تحصلت على هذا الخليط. بالنسبه المقله كنت دهنتها بالزبده ورشيتها بالفرينه. اذا كانت المقله تاعكم ما تلصقش ما ترشوهاش. القطر تاعها 24 سنتيمتر. حطيتها كيما راكم تشوفوا. الخطه تاع المقله هذيك الثقبه منين تخرج لا فابور غلقتها بالبابي، خليتها مده 20 دقيقه على نار قليله. هنا كيما راكم تشوفوا دخلت فيها الكوردون، عاود خرجته خرج ناشف، رحت وجدت لها لاصوص شوكولا اللي سقيتها بها. درت كاس حليب مغرف فرينه مغرف تاع كاكاو، حطيتهم فوق النار بعد ما ثقالوا. زدت عليهم هنا شوكولا، درت هنا 150 غرام تاع شوكولا، خلطتها مليح، وهاوليك الكلاصاج اللي تحصلت عليه فرغته فوق هذيك الكيكه اللي كانت طابت لي. بالنسبه للتزيين اختياري، نتمنى تعجبكم وتجربوها. سلام.